البحث العلمي هو الذي يعني سيعطي الإمام علي حقه. وأنا أخبرك يعني أو قد أفشي سرا، نعم، أنا شخصيا قبل أن يعني وأنا متأثر بابن تيمية، يعني للأمانة لم أكن أحب الله ولا رسوله، لم أكن أحب الله ولا رسوله، حتى تخلصت من فكر ابن تيمية وأحببت الإمام علي، فوجدت نفسي تلقائيا محبا لله ورسوله. وهذا المحبة طبعا هي المحبة القلبية، بقي أعمال علينا، نحن مقصرون في أعمال البدن وما أشبه ذلك، يعني نحن مذنبون، المذنبون أبناء المذنبين، إلا أن هذا الروح العلوية إذا قرأت نهج البلاغة عرفت الله. القرآن الكريم أبلغ من نهج البلاغة، لكن نهج البلاغة هو مرقاة إلى القرآن، لا تستطيع لأن الآيات التي في القرآن قد حرفوها وجسموها وجعلوها تدل على التجسيم والتشبيه، وصوروا الله في الجبر ظالما. لكن عندما تقرأ نهج البلاغة يصحح لك هذه المفاهيم، يصحح لك مفهومك عن التوحيد، عن عدل الله عز وجل، عن محبة الله، عن محبة رسوله. يعني رسول الله في نهج البلاغة غير رسول الله في صحيح البخاري، مع احترامي للبخاري، إلا أنه لا يصور رسول الله كما يصوره الإمام علي في نهج البلاغة. نهج البلاغة الإمام علي يهتز عندما يذكر رسول الله، تجد الإمام علي يكاد يرتجف إجلالا لهذا النبي الكريم. بينما عندما نقرأ في كتب الحديث نقرأ أن رسول الله يعني رجل عادي جدا، يعني وقد يظلم وقد يشتم وقد يفعل وقد وصفات يعني تضاف، وأسرار بيته مفضوحة أمام الجميع. هذا ما يجوز. نحن ما يرضى أحدنا لبيته أن يكون مثارا كذا على ألسنة العامة، فكيف نرضى لبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فمن هذا الباب أجد الإجلال. أنا عندما أقول بعض الأخوة سألني عن نهج البلاغة أين أسانيده وهل هناك أسانيد، قلت الحق قائم بنفسه لا يحتاج إلى إسناد، الحق تعرفه. فعندما تقرأ عن التوحيد، عن توحيد الله عز وجل وخطب التوحيد، ما يحتاج عندما تقرأ تحذيرا من الدنيا والاغترار بالدنيا، ما يحتاج أن تتكلف في البحث عن الإسناد، لأن هذا خدعة الأسانيد هذه وجدناها لا ينفذونها عندما يأتي الأمر. يعني عندما نجد شيخ البخاري إسماعيل بن أبي أويس يعترف بأنه يكذب في الحديث، طيب روى عنها البخاري 300 حديث. إذا هذه الخدعة لا نغتر بها كثيرا. نحن السنة نهتم بعلم الإسناد وعلم كذا، وكأن هذا لا، سلفنا لم يكن بهذا الاهتمام. هو يصوب ما يتفق مع عقيدته العامة وينفر مما خالفها ولو كان قرآنا كريما. انتبه مثل آية العدل، الله جعلها في القرآن أعظم من أركان الإسلام، لكنها عندنا ما في ولا كتاب في فضل العدل. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات